تعال اقول لك ازاي هعمل اول مليون جنيه ليا في خلال سنه، وازاي هبني شركه من الصفر، وازاي هعمل ويب سايت، وازاي انجح البيزنس بتاعي. عشان تقدر تاخد فلوس من الناس لازم تقدم لهم خدمه، والخدمات انواع. ممكن تقدم خدمه ماديه، ممكن تقدم خدمه معنويه، ممكن تقدم خدمه الكترونيه. الخدمه اللي انا هقدمها ماديه، بس ماديه مختلفه شويه ومحدش عملها. هعمل ايه؟ البيزنس هيكون عباره عن حيوانات. هبيع حيوانات. هتقول لي حيوانات ايه؟ اي حيوان يخطر على بالك، تعابين، سحالي، ارانب، اي حيوان يخطر على بالك لو عايز اساسا اجيب لك. فدي الخدمه اللي هبيعها للناس عشان اقدر اخد مقابلها فلوس. طب تمام، جميل. كده احنا عرفنا فكرة المشروع. تاني حاجة، لازم يكون عندي بيج على الانستجرام والتيك توك عشان اسوق للمشروع ده او اسوق للبيزنس ده. وبالفعل انا عندي بيج على الانستجرام والتيك توك وفيهم ارقام بالنسبة للبداية بداية كويسة. هقول لك ليه. انا اصلا كنت ببيع زمان، ولكن حصل ظروف ووقفت، فدلوقتي انا راجع بفكرة جديدة وبفكرة تسويق جديدة وبدماغ مختلفة وبإدارة بيزنس مختلفة، وكمان حاطط هدف تارجت اقول لكم احققه ازاي دلوقتي. طب بما ان عندنا الفكرة وعندنا البيجات، في حاجتين مهمين جدا محتاجين تاجر او انا اكون تاجر نفسي، ومحتاجين شركه شحن. هنحل المشكلتين دول ازاي؟ مشكله الشحن، مفيش شركات شحن بتوصل حيوانات، فانا هوصل بنفسي. هوصل ازاي؟ هوصل بالموتوسيكل، لان انا عندي موتوسيكل بس هو مش بتاعي قوي، فهيكون فيه شويه عقبات في الطريق. تاني حاجه، اوصل بالمترو، لان انا هلعب على منطقه القاهره بس، ولو حد عايز يشتري بره المحافظه يقابلني في مكان في القاهره. فما تفكرش ان القاهره بس مش عائق، لا، ده القاهره فيها ناس كتير على فكره، وكمان الطبقه اللي انا عايز استهدفها معظمها موجوده في القاهره. كده اول مشكله اتحلت. المشكله الثانيه مشكله التجار، دي فيها كذا مشكله. الخبر الحلو ان في تجار كتير، الخبر الوحش ان التجار دول غاليين جدا، وانا لو خدت منهم انا سعر هيكون غالي جدا، فدي مش هتبقى حاجه حلوه وهتقلل نسبه مبيعاتي. ففي خطه من الاثنين. الخطه الاولى ان انا ابيع ويكون اسعاري غاليه واخد منهم الحاجه بسعر غالي وابيعها. الخطه الثانيه ان انا ابدا اربي الحيوانات وابدا انتج منهم حيوانات. فهنستبعد الخطه الاولى، احنا هنمشي على الخطه الثانيه ان انا ابدا اربي حيوانات. طب هعمل كده بناء على ايه وانا بادئ اصلا البيزنس ده ومش معايا فلوس؟ مبدئيا انا هشوف ارخص تاجر واجيب منه لحد ما اشوف ايه اكتر طلب بيجي لي على حيوان معين، وابدا اجيب الحيوان ده اربيه عندي، وابدا واحده واحده اجيب الحيوانات واربيها وهكذا. ففي الاول اسعاري هتبقى غاليه شويه، ولكن هحاول استهدف فئه معينه كده من الناس او الطبقه العاليه من الناس بحيث ان انا اقدر ابيع اكتر. فكده احنا قلنا كل المشاكل والحلول بتاعتها. دلوقتي هنيجي عند النقطه المهمه، وهو ازاي اصلا هحقق مليون جنيه في خلال سنه. فهنجيب ورقه وقلم وآلة حاسبه ونحسب حساباتنا. مبدئيا مليون جنيه يعني 20,000 دولار، وده رقم بسيط، ولكن في مصر انت هتبيع الحاجه بالجنيه فمش هتعرف تتعامل بالدولار مع ناس بتتعامل بالدولار، فاحنا مخلينا مليون جنيه. فاحنا هنقسم مليون جنيه على 12 شهر عشان نشوف في الشهر المفروض نبيع بمكسب قد ايه. لما نيجي نقسم هيطلع لنا حوالي 83,000 جنيه او نقدر نقول 85,000 جنيه. لو قسمنا ال 85,000 جنيه على 30 يوم هيطلع معانا حوالي 3000 جنيه. يعني انا محتاج ابيع بمكسب 3000 جنيه في اليوم، وده رقم كبير بالمناسبه بس ان شاء الله نحاول يعني. طب لو نفترض ان اقل حيوان ب 500 جنيه، فهنقسم ال 3000 على 500 هيطلع معانا 6 اوردرات في اليوم او 6 حيوانات. وبالمناسبه ده رقم كبير برضو، لان هيجي ايام مش بطلع فيها حاجه خالص، فنقدر نقول بمتوسط 5 اوردرات في اليوم. هنعمل ازاي الخمس اوردرات؟ بالاعلانات وبالتسويق على البيج بتاعت التيك توك والانستجرام اللي قلت لكم عليها، وكمان بيكو. انت لو مش هتشتري تعمل لايك عشان غيرك ممكن يشوف الفيديو ويشتري، فانت هتبقى جزء من الرحله دي. انا عارف ان الموضوع صعب مش سهل، بس انا هعتمد على كل خبراتي القديمه وبعقليه احسن، فان شاء الله الموضوع يكون اسهل. انت لو فاتح بيج ملابس او اي بيج عامه الموضوع هيكون سهل ليك، لانك هتلاقي شركات شحن، هتلاقي مصانع تتعامل معاهم. انما الحيوانات ده الموضوع فيه صعب شويه ومش متداول، وزي ما قلت لكم هحاول استهدف فئه معينه او الفئه الغنيه بمعنى اصح. فدي الخطه اللي هعملها. لسه في مراحل تانية ان ازاي اصلا الموضوع يتحول لشركه، وده ممكن اعمله فيديو مخصوص اصلا عن الموضوع ده، ازاي الشركات بتتاسس اصلا او بتيجي منين الشركه. وكمان لسه هنعمل ويب سايت مع بعض، هنشوف كل الحاجات دي هتتعمل ازاي، وهنشوف الطريقه هتنجح ولا لا، وهنشوف البيزنس هيشتغل ولا لا. فادينا بنجرب. فبس يا سيدي، اظن كده قلت لك كل حاجه وقلت لك الخطه اللي هعملها، فلو مهتم خليك متابع عشان تشوف كل جديد، وادخل خد بص على القناه يمكن محتواها يعجبك. فبس ده كان فيديو النهارده. السلام عليكم.